بيان صادر عن رئيس بلدية الدكواني مروك ظهر الحسين رئيس السلطة التنفيذية وفقا للمادة 74 وما يليها من قانون البلديات، ونظرا للتعميم والقرارات الصادرة عن الحكومات المتعاقبة والأخيرة منها ومن وزير العمل ووزير الصناعة ووزير الداخلية وما صدر مؤخرا من المديرية العامة للأمن العام بموضوع النازحين السوريين، يقرر ما يلي: أولا، يمنع على كل لبناني تأجير أو استخدام أي سوري فردا كان أو عائلة، شرعي أو غير شرعي، دون أخذ موافقة البلدية حصرا، ووجوب إبراز المستندات اللازمة إلى البلدية تحت طائلة الملاحقة القانونية وتسطير محاضر ضبط بأصحاب العلاقة وإحالتهم إلى المراجع القضائية المختصة. ثانيا، يمنع على كل شركة أو محال أو مطاعم أو أي أنشطة أخرى تسليم دراجات نارية أو سيارات شرعية أو غير شرعية بهدف العمل أو مرورهم في منطقة الدكواني تحت طائلة الملاحقة القانونية وتسطير محاضر ضبط وحجز السيارات والدراجات والشاحنات وخاصة المخالفة منها. ثالثا، كل سوري ملزم فردا كان أو عائلة الحضور إلى دائرة الشرطة البلدية للتسجيل وتعبئة استمارة. رابعا، ستقوم بلدية الدكواني بمداهمات وتفتيش خلال 5 أيام من تاريخ هذا التعميم لضبط المخالفين، وفي حالة تصدي أو التعدي للضابطة العدلية الممثلة بشرطة البلدية أو أي جهاز أمني مواكب لها ستتخذ كل الإجراءات اللازمة بحق المخالفين. تنبيه أخير: كل نازح سوري غير شرعي مقيم في الدكواني أو يعمل بصورة غير شرعية يحذر عليه البقاء في السكن أو المحال والخروج منها خلال 24 ساعة من تاريخ إعلان هذا البيان تحت طائلة المسؤولية والملاحقة القانونية. رئيس بلدية الدكواني مروك ظهر الحسين، المحامي أنطوان شخطورة.